انا say hi to the camera. نازلين دلوقتي من الاتوبيس. لازم طبعا واحنا نازلين مفيش على جنب يا اسطى، في لازم تقولوا باص ستوب. كل واحد جايب بنته او ابنه عشان يعلموا برضو فن البيع. Hello. You wanna touch it? I was about to ask you if I could touch. Oh no, thank you very much. Man, don't say no to fun. Why not try a nice What are you Bahama selling? drink? Take a look, see what I got. Later, going maybe on. later, because my family is there, and then later we. I'll be right I'll remember you, man. Ready, Freddy. All right. What's up? Ready Freddy. I like that. خلينا نبدأ الفلوج بتاع بهاماس. مش عارف الفلوج هيبقى عن ايه بالظبط، لان اكيد مش الفلوج كله هفرجكم على البحر. بهاماس معروفة طبعا ببحرها الشهير اللي انتوا شايفينه ده. ما يفرقش كتير عن بحر الساحل عشان ما اضحكش عليكم، ان احنا الساحل طبعا عندنا نعمة ومش واخد حقه عالميا خلينا نقول. بس بما ان بهاماس يعني قريبه من امريكا وامريكا اللاتينيه، فكتير من السياح اللي عايشه هناك اسهل لها ان هي تيجي مكان زي بهاماس من انها تسافر تعدي المحيط عشان توصل مصر وتروح الساحل الشمالي اللي هو لسه برضه ما يعتبرش جاهز قوي للسياحه من حيث الفنادق الضخمه زي اللي هنا والكلام ده كله. فهنبدا الفلوج هنا ولكن مش عارفين هينتهي فين. غالبا هاخدكم بقى نخش شويه في اعماق الجزيره اللي احنا عليها دلوقتي اللي هي اسمها ناساو، تعتبر عاصمه البهاماس، ونخش في اعماقها ونتعرف بقى على اللوكلز شويه، لان اللوكلز هنا يعتبروا زي الكاريبيين يعني زي الجامايكيين، نفس الفايب كده، انرجي عاليه جدا. وزي ما انتم شفتوا الراجل كان بيحاول دلوقتي يبيع لي عصير، بيقول لي ريدي فريدي. فكلهم ليهم يعني كده طريقه خاصه في البيع. يعني بصوا الراجل ده مثلا قاعد على المركب بتاعته. What you guys doing here? And I'm doing banana boating, snorkeling, and swimming with the pigs, buddy. No jet skis, huh? But at the jet skis are down there. I don't No. know what place. And what's swimming with the pigs? Swimming with the pigs. People are paying like $300 and $250 each. 10 minutes away, you can give me $150. Do everything. The pigs do all that. You actually swim with pigs? Literally, you can pick them up, get pictures with them. They do a little demonstration with them in the crowd. It's awesome, man. All right. It's called Piggy Island? Piggy Island. And 300 you said? 150. 150 with you. With others 300. 300, 250. I don't know what they're trying to do. All right. I'm just trying to feed my kids. I think they're trying to buy like cranes and stuff. Nice to meet you buddy. You too, buddy. Take it easy. لكن بحر بشكل عام خلاب، وكل بقى الناس اللي هنا لاتينوز وامريكان. يعني نادرا قوي ما تلاقوا عرب مثلا او تلاقوا ناس جايه من اوروبا. معظم السياحه هنا جايه من، لان ميامي على بعد ساعه تقريبا من هنا او ممكن اقل كمان. ف يعني امريكا اكسسبل اكتر من بالنسبه لحد زي جاي من التشيك. نادرا قوي ما حد زي هيجي يعني المشوار ده كله عشان ينزل البحر. ف حلو. احنا كنا في كندا وقررنا اخر دقيقه ان احنا عايزين يعني نروح نقضي كام يوم في البحر مع امي واخويا، لان الويك اند ده يعتبر عيد ميلاد اخويا. فقلنا يلا اقرب حاجه لينا احنا الاثنين، هو عايش في امريكا واحنا عايشين او قاعدين في كندا، فاسهل ان احنا نطلع على البهاماس. بصوا الميه. مش عايز ان انا اقارن كتير بالميه عندنا في الساحل، ولكن شبيهه جدا الاجواء هنا باجواء الساحل الشمالي عندنا. يعني مش متفاجئ، مش اللي هو واو انا في البهاماس، لا عادي ممكن اكون دلوقتي في الساحل الشمالي عادي ومش هتفرق كتير. بل ممكن الساحل الشمالي كمان عندنا احلى لان في موج وفي الرمله انعم وهكذا، ولكن كل بلد وليها جمالها. فنستمتع بالبهاماس واحنا موجودين هنا وما نقارنش كتير بالبحر عندنا. علشان نيجي ننزل البحر طبعا لازم ندفع الشمسيه، حوالي $15 دفعنا على الشمسيه. ولو عايزين برضو شازلونجات بقى فندفع زياده اكتر شويه، ندفع مثلا $30-35 عشان يبقى معانا يعني شازلونجات وشمسيات والكلام ده كله. ولكن بشكل عام في ناس برضو واخده الاوبشن ان هي بس مجرد تفرش الفوطه بتاعتها وتتشمس، مش لازم يعني مش مفروض عليكم ان انتوا تجيبوا الشمسيات. وكل دي بقى فنادق. في فندق اتلانتس قدام، واللي فاجئني ان هو يعني ده الاتلانتس الرئيسي. يعني انا في بالي ان اتلانتس ده في دبي، يعني الفندق المعروف اللي فيه اكوا فينشر ووتر بارك والكلام ده كله. ولكن الظاهر ان دبي واخده الانسبيريشن من هنا، لان هنا برضو نفس الشركه، نفس فندق اتلانتس ونفس الووتر بارك برضو اسمها اكوا فينشر ونفس الفايب الداخليه. فالظاهر ان هي الانسبيريشن بتاعت دبي او اتلانتس دبي جايه من الفندق هنا في بهاماس.
ودي مش حاجه وحشه بالعكس، ان هم عرفوا ياخدوا حاجه اوريدي ناجحه في بلد تانية في قاره مختلفه تماما ويعملوها عندهم في الامارات. فتحيه ليهم جدا على ان هم عرفوا يعملوا نفس الفايب اللي موجوده هنا في البهامز ولكن في بلد زي الامارات. ادي البحر، كل طبعا ما تبعدوا عن الفنادق كل ما البحر يفضى. نحاول ان احنا نطلع لكم قدام شويه دلوقتي نفرجكم على بقيه البحر. الناس اهي جايه بسماعاتها وعامله اجواءها، وفي ناس تانية نازله من الشقق، يعني مش شرط ان تقعدوا في الفنادق او الريزورتس الكبيره دي، في برضه شقق بتتاجر يعني لوحدها وبتكون قريبه من البحر، وهو ده اللي احنا عملناه المره دي. احنا اجرنا شقه كده قريبه من البحر ومنها نقدر ان احنا نخش الريزورت، يعني برضه نعيش اجواء الريزورت، او نيجي نقعد يعني لوحدنا على البحر كده، محدش هيقول لنا رايحين فين او كارنيهاتكم فين والانترنس بالكيو ار كود والكلام ده كله. بص كل ما تبعدوا عن الفندق كل ما البحر فضي، كل ما الفايب هديت. صبري. وكل دي بقى شقق بيسموها يعني زي كومباوند صغير كده او كوندومينيوم، والناس بتخش تاخد فيه شقق تأجرها وتطلع تستمتع بالبحر لوحدها تماما كده. بصوا الهدوء التام. يعني انا بهامز اللي في بالي هي اللي قدام دي، ان هو بحر فاضي كده تيجوا تستمتعوا بيه لوحدكم، ولكن الفايب الزحمه اللي انتوا شفتوها ورا دي فايب الريزورتس والفنادق. ف يعني لو حد هيجي بهامز يحاول ان هو يميكس ده على ده، يروح شويه الريزورتس عشان يحس بالزحمه والسياحه والكلام ده كله ويحس ان هو يعني في وسط عالم تانية، ولكن لما يعوز يستجم يجي يقعد زي الكابل اللي قاعده دي بفيو المحيط، ويا دوبك سماعه كده يشغلوا شويه تملي معاك ويستمتعوا بالهدوء التام. نرجع بقى نعوم شوية وبعد كده نفرجكم على مناطق تانية من البهامس وهنستكشف مع بعض الجزيرة. هي جزيرة صغيرة تعتبر نساو دي، لسه في جزر تانية، يعني البهامس مكونة من كذا جزيرة، ولكن احنا دلوقتي في الجزيرة الرئيسية، او احنا جزيرة على الجزيرة الرئيسية. احنا دلوقتي في مكان اسمه بارادايس ايلاند، والبارادايس ايلاند دي تعتبر يعني ايلاند جنب نساو اللي هي عاصمة البهامس. فالنهاردة هنستكشف مع بعض بقى نساو دي وعاصمة البهامس، ونحاول ان احنا نبعد عن المنطقة السياحية ونخش اكتر نعرفكم على اللوكلز وعاداتهم وتقاليدهم كالعاده زي ما احنا بنعمل دايما. هتاخدوا بالكم لما افرجكم على الشعب البهامي ان هم كلهم كده ليهم اسطمبه او شكل معين، سمر مليانين شويه، وبالذات الستات تحسوا الستات على طول كده لازم ان هي الجمال عندهم ان هي تبقى مليانه. هفرجكم النهارده واعرفكم اكتر على الثقافه الكاريبيه البهاميه. كده خلصنا يومنا في البحر. بصوا وانتوا طالعين كده وداخلين في ستاندز الباين ابل دي في كل حته، والاناناس بقى يقدروا يعملوا لكم ميكس، يعني مش شرط بس تاخدوا عصير اناناس بس، لا ممكن تعملوا ميكس بقى عصاير تانية او كحول. الظاهر ان الاناناس هو الفاكهه الرئيسيه هنا، يعني ما شفتش كوكونات كتير من ساعه ما جينا، ولكن اناناس، هو اناناس فوق اناناس هنا. Is pineapple like the national fruit or what? Right. Yeah. Really, no coconuts? Yeah, coconut. Coconut too. All right, thank you. So you do like pineapple and you mix it with other stuff, or Yeah, we mix the drink. like alcohol? Right. All right, all right. Thank you. How much is one drink? 30, 40, and 50. All right, 30 is this size? No, the pineapple drink. Oh, the pineapple. So inside the pineapple and you mix it inside. Right. All right. Thank you. Maybe tomorrow then. Take care. زي ما كنت بقول لكم الاناناس هو الظاهر الفاكهه الرئيسيه هنا، وبيفتحوا لكم الاناناسه من جوه ويعملوا لكم ميكس بداخل الاناناسه ويحط لكم فيها شاليمو. هنا بقى المنطقه اللي هنا وانتوا داخلين البحر كل البياعين بقى اللي بيعرض عليكم جيت سكي واللي بيعرض عليكم بنانا بوت واللي يقول لكم عايزين شمسيه ولا عايزين فوطه والكلام ده كله، ونفس الاجواء اللي بنشوفها عندنا في الاهرامات، يعني تلاقوهم بيتخانقوا مع بعض على مين اللي هياخد الزبون. هنا برضو تقدروا تحجزوا شويه اكتيفيتيز. بصوا كل اللي واقفين قدامي دول بيتخانقوا علعلى الزباين وهم داخلين. شفتوا؟ This is English you're speaking? Yeah, man. Bohemian dialect. Bohemian dialect. Yes. All right, man. Take care. هنا بيتكلموا انجليزي، ولكن انجليزي باكسنت مختلف تماما، يعني زي ما الجامايكيين بيتكلموا انجليزي بس ما تفهموهمش، هما بيتكلموا تحس ان هما ايه بياكلوا ربع الكلام. هنا في البهامس بياكلوا بقى نص الكلام، مش مفهومين تماما. لو هقارن البهامس بجزر تانية يعني في اماكن زي اندونيسيا
تايلاند وكده، فالتنقل هنا اصعب شويه لان هنا التنقل العام يعني ما فيش قوي يعني اتوبيسات والكلام ده كله، معظمها بتبقى تكاسي، وتكاسي غاليه جدا يعني عشان تروحوا مشوار بسيط 30-40 دولار مينيمم. فاللي الناس بتعمله بقى ان هم بيأجروا هنا بيتش باجيز بحيث ان هم يقدروا يتنقلوا من مكان للتاني بسهوله، وبيتش باجيز مش رخيصه برضو، فالاوبشنز هنا مش كتير قوي زي في تايلاند واندونيسيا. ممكن تأجروا سكوتر مثلا او تركبوا على ظهر يعني سكوتر على اساس ان هو بول، لكن هنا في برضو في البهاماز كونسبتس جديده زي السكوتر ده بالكيو ار كود، على طول بتروحوا عاملين سكان وتقدروا ان انتوا تتنقلوا بيه يعني من بحر للتاني او من مكان قريب للتاني، ولكن برضو مش هيديكم مساحه ان انتوا تستكشفوا الجزيره كامله يعني، ده بس يعني مشاوير صغيره، وبرضو ما يعتبرش رخيص يعني. امبارح استخدمناه بيبدا ب 3.5 يورو، وبعد كده يحسب بقى كل دقيقه زياده بيورو تقريبا او بدولار، فمش رخيص برضو. كل اللي ورانا دول بصوا جماعه من بهاماز هنا واقفين يعني راصين التكاسي بتاعتهم، ان عاملين حسابهم ان السياح طبعا شويه وهتطلع من البحر، فاللي هيضطر يروح بعيد واللي هيضطر ان هو يرجع الفندق بتاعه، فكل دي تكاسي والسواقين بتوعها هم واقفين هناك علشان يعني يرجعوا الناس الاماكن اللي هم عايزين يروحوها. وتاكسي يعني معظمه بالمنظر اللي انتم شايفينه، اتوبيسات صغيره كده او عربيات صغننه، ومش رخيص يعني عشان نروح من مكان للتاني. فعلا امبارح دفعونا كتير عشان نيجي من المطار اصلا للمكان اللي احنا قاعدين فيه، دفعنا حوالي 50 دولار، فيعني ما تعتبرش برضو بهاماز رخيصه تماما، لان زي ما حكيت لكم قريبه جدا من امريكا وامريكا اللاتينيه، فمتعودين على قوه صرف يعني مختلفه تماما عن اللي احنا بنشوفها عندنا مثلا في مصر وهكذا. احنا كده طلعنا من البحر وبنتمشى الشاليه اللي احنا مأجرينه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، منظر تروبيكال جميل جدا الصراحه اهو. تروحوا كده بفيو نخل وخضار، ومن اللي سمعته ان الجزيره دي يعني برضو فيها تعابين وحيوانات يعني اليفه كتير، فبيقولوا لكم يعني وانتوا داخلين خلوا بالكم من الموضوع ده. اي نعم لسه لحد دلوقتي ما شفناش حاجه، ولكن اتوقع جوه المدينه بقى شويه، جوه الجزيره يعني في قلب الجزيره بعيد عن البحور بقى اللي فيها سياح كتير، بيبقى الموضوع ده كومن. I love your outfit, man. How you doing? How you doing? I love the outfit. Yeah, I know. Yeah, they call me Tiger. Tiger. Not Tiger Woods. Tiger in the hood. Tiger in the hood. I am the poor tiger. You're from Bahamas? Where you from? I'm from Egypt. Cairo. Yes, Cairo. What? I mean, my brother. Bless you. Nice to meet you, And man. God bless From you. the land of Moses. Yeah. Vicky Mudo. Take care, buddy. Likewise. Take care. Bless you. Hey, make sure you okay. Yeah, for sure. Anyone fuck with you, say, Don't worry. I can call Tiger. I'll call Tiger for sure. God bless you, man. Likewise. شعب لذيذ جدا، تحسوه يعني شعب كده كله عامل دماغ. بيقول لك anybody mess with you just call Tiger. فلو حد ضايقك يعني قول لهم هجيب لكم تايجر. ادي كوبري بسيط اهو نعدي عليه عشان نرجع عندنا الشاليه، وعاملين منطقه كده عشان ايه اللي مثلا بيتمشى وتعب وعايز يريح شويه يجي يقعد في الحته دي بالمنظر اللي انتوا شايفينه. لا مناظر جميله جدا يعني، الطبيعه هنا في جزيره بهاماز لحد دلوقتي حاجه خيال. بصوا لسه كنت بقول لكم المكان كله حيوانات اليفه. اي نعم دي مش اليفه قوي، ولكن ايه الظاهر ان هي بتبيض او في حاجه بتحصل هنا. وهنا لو خدتوا بالكم السواقه زي انجلترا يعني، لان دي كانت كولوني انجليزيه، فهتلاقوا الناس العربيات جايه من على الشمال، والناس بتسوق برضو على الناحيه اليمين يعني. استنوا عشان بس الارض سخنه شويه نخش في الضلمه. فكنت بحكي لكم ان الناس هنا بتسوق على الناحيه اليمين، مش زي امريكا مثلا بيسوقوا على الشمال، او زي عندنا في مصر برضو في البلاد العربيه معظمها بنسوق على الشمال، هنا بيسوقوا بقى على الناحيه اليمين. ده مثلا المكان اللي احنا مأجرين فيه، فبتبقى عباره عن شاليهات كده صغيره، وفي نص الشاليهات بسين تنزلوا تعوموا فيه برضو لو زهقتوا من البحر. هنيجي ناخد لنا غطس سريع كده بعد ما نزلنا البحر، ناخد لنا غطس سريع وبعدين نخش نستحمى بقى ونبدا يومنا الليلي، اللي هو مش هيبقى بالليل قوي لان لسه برضو اليوم في اوله، ولكن حلو الواحد يخلص من العوم كله الصبح وبعدين يروح يستحمى يريح ويلبس يتشيك ويخرج بقى يتغدى ويتعشى ويلف في اسواق بهاماز.
خدنا غطس سريع قبل ما نخش الشاليه. ديزاين اسباني كده، تحسوا ان احنا في اسبانيا او في ميامي او في حته يعني لاتينو كده. بس يوم بدأناه بالعوم، خلص دلوقتي ونرجع على البيت. جينا دلوقتي ندور على الاكل البهامي التراديشنال، وكان كل حد عمال يقول لنا لازم تجربوا حاجه اسمها كونك. كونك دي مكونه من ايه يا ماما؟ نورمال اويسترز و سي فود يعني. سي فود. المهم هو ده الكونك، بيجي في فورمز مختلفة. الكونك ده ممكن يبقى في شوربة، ممكن يبقى زي ما انتم شايفينه كده مقلي وهكذا. فقلنا نيجي ندوق الكونك ونشوف ليه كل حد هنا في بهاماز بيتكلم عن الأكلة دي. خد جرب يا يوسف وقول لي رأيك. هو ده الكونك، أكلة بهامية 100%، زي الجمبري. حلوة الصراحة، حلوة. نغمسها بقى في الصوص اللي جاي معاها، غالبا صوص سبايسي ممكن. حلو. اديها 7.5 من 10. وانتي؟ 8 من 10. احنا جينا دلوقتي يعتبر مطعم في المنطقة السياحية شوية، فهتلاقوا وجود امريكان كتير. يعني معظم الجنسيات اللي حوالينا دلوقتي من امريكا الشماليه، كندا وامريكا، او من لاتينوز. يعني اللي انا شايفه يعني مبدئيا الشكل العام ان هم معظمهم امريكان. ادي الابيتايزر بتاعنا دلوقتي، لسه هينزل لنا اكل تاني. بعد ما نخلص الاكل نطلع نفرجكم على بقيه الجزيره. وبعد ما خلصنا اكل نيجي بقى نستكشف القريه السياحيه هنا، لان المنطقه اللي متمركز فيها السياح هي الاتلانتس، فندق الاتلانتس. انا فوجئت ان هنا الاتلانتس الرئيسي زي ما حكيت لكم، والتقليد بتاعه في دبي. فحوالين الاتلانتس هنا عشان يجمعوا يعني السياح في منطقه واحده ويحسسوهم يعني ان كل السيرفيسز موجوده حواليهم، فعاملين لهم فيليج بالمنظر اللي انتم شايفينه. في هنا مثلا محل او مطعم ستيك، بعدين في ستاربكس، في بقى كل محلات السوفينيرز هنا، عشان برضو ايه السائح مثلا يكون ماشي هنا يلاقي شنطه مكتوب عليها بهاماز فيقول انا عايز دي. ولكن طبعا مش الاسعار بقى اللوكال. لو رحنا بقى سوق في وسط المدينه شويه السوفينيرز بتكون ارخص بكتير، ولكن فايب حلو ان الواحد يكون بيتمشى هنا يحس ان كل السياح حواليه عامله واخده فايبز مربيه في اسبانيا. اليخوتة راكنه هنا، وامبارح شفنا شويه اسر عاملين حفلات يعني على اليخوتة بتاعتهم ورا الفندق بتاع اتلانتس اللي هنخش نتفرج عليه من جوه. برضو الصراحه الواحد لما بيتمشى هنا بيحس ان هو عادي ممكن يكون في ديزني لاند، يعني في فلوريدا في امريكا. كل الناس اللي حواليه طبعا سياح، مفيش لوكالز تماما غير الناس اللي شغاله في السوق او الفندق. ولكن تغيير حلو، اللي مش عارف يعمل ايه في يومه ينزل هنا يتمشى هيلاقي محلات سوفينير، باند بتلعب موسيقى، في مطاعم وبارز برضو ممكن نخشها نبقى نفرجكم عليها من جوه. خلينا نوريكم من جوه شكلها عامل ازاي. بار كده سريع يعني للي عايز ياخد مشروب او يقعد مع اسرته، حاجه بسيطه كده. خليني بقى افرجكم على الجزء الراقي شويه من البهاماز، وهو جزء الريزورتس. ده شط خاص هنا في ريزورت اتلانتس، اللي كنت حكيت لكم ان دبي خدت الانسبريشن او خدت يعني الفكره بتاعت اتلانتس من البهاماز، وعملت نفس الفندق بالظبط في دبي. عملته طبعا بحجم اكبر وبفاسيلتيز اكتر شويه من اللي موجوده هنا، ولكن هو ده اتلانتس الرئيسي اللي دبي خدت الفكره منه. فخلينا نتفرج. ده كده الشاطئ الخاص. جيت اصور لكم دلوقتي والدنيا فاضيه لان الصبح بتبقى الدنيا مزدحمه شويه. ادي نخل واجواء كاريبيه شويه، وبعدين بقى مطاعم. ودلوقتي نخش في الطرقه دي. طبعا الناس بتكون طالعه من البحر الصبح، تخش بقى في الطرقه دي بيبقى فيه شويه حمامات للتغيير والكلام ده كله، ومكان عشان تسيبوا الفوط بتاعتكم المستعمله. وبعدين بتروح بقى الناس طالعه على السلالم دي علشان تخش الفندق وترجع على الغرف بتاعتها، او تروح مثلا تتمشى كده شويه حوالين جناين الفندق وتتفرج على الاكواريوم المفتوح. هنا بقى في سمك حقيقي وفي سمك قرش وفي هو الستنجري، وتحتنا على طول تحت الارض في اوبشن برضو ان انتوا تخشوا اكواريوم تتفرجوا على السمك ده من ورا ازاز. وده الفندق اللي هو شبيه جدا بالاتلانتس، يعني هو كوبي لاتلانتس
اللي موجود في دبي. ممكن في دبي بس خلوه اكبر شويه لان في دبي هو يعتبر على راس البالم اللي هي يعني من اكبر العلامات في دبي، فطبعا كان لازم ان هم يعملوه بشكل يعني افخم واكبر. ادي كل ده تكمله الاكواريوم، وهنا بقى اللوبي بتاعت الفندق. خلينا دلوقتي نخش الفندق نفرجكم على الاجواء. هنا ممنوع التصوير، ولكن هو ده اهم جزء في الفندق، الكاسينو الضخم اللي انتم شايفينه. من الصبح لحد بالليل بيبقى مليان على الاخر. طبعا الصبح ازحم بكتير، ولكن بالليل بقى الناس قاعده هنا بتحتفل دلوقتي، اللي كسب 10,000 دولار واللي مش عارفه يعني خد الجاك بوت والكلام ده كله كلام انا مش فاهمه طبعا، ولكن هو ده الكاسينو، ده يعتبر القلب او الكور بتاع الفندق كله. وبعدين بقى هنا نخش على اللوبي، كلها بقى محلات مشهوره، في براندز فضه، في جوتشي، في لوي فيتون، كارتير، البراندات اللي انتوا حافظينها دي. وبس هو ده الفندق من الداخل. ريزورت يعتبر ضخم، في بقى ريسبشن ومحلات والكازينو وفي الاكواريوم تحت. اكتيفيتيز كتير، يعني اكتيفيتيز تخلي الواحد ممكن يجي البهاماز ويقضي اجازته كلها في الفندق من الداخل، مش محتاج ان هو يطلع يستكشف البهاماز زي ما احنا استكشفناها النهارده ودخلنا في يعني قاع الجزيره. لا، يقضي اجازته كلها جوه الريزورت زي ما انتم شايفين كده. ريزورت ضخم فيه كل الاكتيفيتيز اللي ممكن تتخيلوها او تعوزوها، بما فيها الاكوا فينشر او اللي هي الملاهي المائيه. بس هو الكاسينو يعتبر هو يعني القلب النابض بتاع الفندق. بقول لكم ركبنا دلوقتي تاكسي عشان نطلع على الاسواق الشبه شعبيه هنا في مدينه ناساو في البهاماز. خلينا نفرجكم الفيوز بره. كل دي طبعا ريزورتس للأجانب، لان احنا نعتبر على جزيره اسمها بارادايس ايلاند، دي المنطقه السياحيه، فكلها عباره عن ريزورتس، ملاعب تنس وحمامات سباحه وفيلا على البحر. احساس غريب برضه ان الواحد يكون قاعد على الشمال مش على اليمين. يعني هنا البهاماز كانت تحت الاحتلال البريطاني، فمعظم العربيات زي ما انتم شايفين الناس قاعده بتسوق على اليمين. ده ألفريد الراجل اللي هيوصلنا دلوقتي لوسط المدينه، لسوق اسمه سترو ماركت. ده يعتبر يعني سوق سياحي، ولكن اللي شغالين فيه لوكالز، فهيبقى مختلف شويه عن الاسواق اللي شفناها امبارح. Is this the bunny from Bahamas? Yes. Can I see how it looks like? Because so far I didn't see it. Oh wow. That's Lyndon Pinling, Prime Minister. This one. Yeah. I saw him. Pinling. Named after the airport. Yes, I saw his picture in the airport. Pinling International. Can I switch with you, give you $1 and take this? Yeah. Pinling was in office from 1967 to 1992. Oh wow. لو معاك اتنين بدل لي واحد He معاك. died in 2000 at the age of 70. So he's the national symbol. Yeah. It's a national hero. You have another one? Maybe I could. He's called the father of the nation. There you go. هذه العملة البهامية. What's his name again? Lyndon Pinling. Lyndon Pinling. So he's the national symbol here. Like everybody likes him. Yeah, he's the national leader. He got us independence from Britain. Yes, yes. In what year? 1973. 1973. يعني لحد 1973 كانت بهاماز دي تحت الاحتلال البريطاني، ولذلك الراجل قاعد على اليمين بيسوق وانا قاعد هنا على الشمال. ولحد دلوقتي بيحتفلوا يعني بالبرايم مينستر القديم بتاعهم او رئيس الوزراء، لان هو ده يعني اللي حررهم يعتبر من الاحتلال البريطاني. الجزيره طبعا كلها بالمناظر اللي انتم شايفينها كده، بيوت قديمه واتقلبت دلوقتي بقت عيادات، مستشفيات، كتير منها مهجور، يعني كتير منها بالمنظر اللي انتم شايفينه. There's a lot of abandoned houses. Yeah. Why is that? It's not abandoned. It's people move into better areas, but not come back and keep their homes properly. They just let it be. So they just leave it like that? Yeah, but people live in that one. Okay. Someone live in there. But like the empty ones, people leave it and they don't come back? No. They don't try to sell it, for example? Maybe they have it for sale, but maybe haven't gotten a price that they are looking for. That they're looking for. Because this area is prime property area. It's very expensive.
Okay. And most of the locals, they live more inside the island, right? Yeah. This is the old town and city. So when you go just beyond this street, which is the street takes you to the downtown area, the Shady Street, and you go over the hill, we call it, to the inner city. That's where all the locals stay. Yes. That's about half of the population are in the inner city. Okay. So if we want to meet locals and go to local bars, that's the best area. Yeah. Oh wow, what is this building? That's the new U.S. Embassy. This is the U.S. Embassy. Yes, 330 million. It's very big, huh? Yes. And what Hey, do... Ross. Hey! Nice to meet you, buddy. I like how the Bahama people are very friendly. chillaxed, very friendly. Laid And back. what do people think of this embassy? We accept it. You accept it, huh? Yeah. And would you say like Bahamian people are religious? Yes, very spiritual, very godly. So church is like a must on Sunday. Oh yes. احنا في الشارع دلوقتي في وسط المدينة كله مباني حكومية، يعني ده البنك، بنوك ومدارس ومباني إدارية ومستشفيات وسفارات. كتير من السياحة بقى اللي بتيجي لبهاماس بتبقى بشكل السفن اللي انتوا شايفينها دي. 4-5 سفن تيجي تركن كل يوم. بتبقى سفن جاية من ميامي وجاية من بلاد تانية، تيجي تركن هنا يوم، الناس تنزل تتفسح شوية، وعلى الساعة 6 كده. I guess the cruise ships they leave at 6 p.m. or what time do they usually leave? It used to be overnight, sometimes 9 o'clock, 10 o'clock p.m. Okay. But now they leave by maybe 7 o'clock, 8 o'clock or later. Thank you, Alfred. Okay. What's your name? Safe. 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 Very cool guy. Thank you, Alfred. Take care. Okay, safe. See you. راجل لطيف جدا. هو اي نعم خد مننا $20 على مشوار ما كملش 5 دقايق، ولكن هي دي الاسعار هنا في البهاماس. تعتبر بلد غالية إلى حد ما، أو يعني سياحيا غالية، مش رخيصة خالص. عشان ناخد يعني مشوار بسيط دفعنا فيه $20، ولكن ألفريد طلع راجل حبوب. وأول ما نزلنا طبعا من التاكسي الناس هي بتحاول تبيع لنا سيرفيسز أو تأجر لنا بيتش باجيز، ولكن احنا جايين نستكشف شوية السيتي سنتر. جينا هنا امبارح بالليل ولكن ما لحقتش ان انا افرجكم، فالنهارده بقى نعرفكم على وسط المدينة هنا في ناساو. السياح بينزلوا من السفن دي يستكشفوا الجزيرة نص يوم كده تقريبا، وهم مروحين حاطين لهم بقى محلات السوفينيرز كلها على الشط، بحيث ان هم ييجوا ياخدوا التذكار يعني بتاعهم ويروحوا راكبين السفينة يروحوا يقولوا للناس احنا رحنا البهاماس. والاسعار هنا تعتبر غالية شوية يعني. خلينا افرجكم مثلا الموسيقى، طبعا هتخرب الفيديو. بصوا مثلا عشان تجيبوا 3 من دول ب$25. تخيلوا البتاعات الصغيره دي 3 منهم ب$25، وهتلاقوا الاسعار كده كلها. يعني التيشيرتات هتلاقوهم ب$40، الشورتات ب$35 وهكذا. اهو مثلا الدريسز الخفيفه دي ب$40 القطعتين، والمحل اللي قبله برضه كان حاطط نفس الحاجه يعني $30 الواحده، لكن لو هتاخدوا قطعتين ب$40. دلوقتي داخلين على السوق الشعبي بقى. السوق الشعبي اللي هو يعني ناس لوكال هنا بتعمل حاجات يعني تذكار هاند ميد وتبيعه للسياح. Can I ask what you doing? Pardon me? This is going to be a straw bag. I'm putting the design on it Okay. first, and then we put it together. Oh, so you do it while you're working? Yep, Oh wow, that's what we do. that's very cool. Keep your mind occupied. Yes. Very nice. So the final example looks something like that, or how? It'll be like this. Once we put it together, the bags, it'll be like a bucket bag. Okay, that's cool. Like that. And this is what Bahamas is known for? Like Yeah, this? making straw bags. We make wooden items too. Okay. We do what? We make other stuff. Wow, so that's why it's We called print our Straw own Market. T-shirts. We make a lot of stuff. Wow. We make straw dolls. So we you're make all very Christmas talented. ornaments. All right, thank you very much. Thank you too, and you Yeah. enjoy your stay on the island. Yeah, thank you very much. Have a good day. You too, baby. تقول لي يو تو بيبي. فهو ده السترو ماركت. الشنطه اللي انتوا شفتوها دي بتطلع في الاخر بيبقى شكلها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وهو ده يعني السوفينير الرسمي هنا في البهاماس.
ممكن تجيبوا هوايه برضو مكتوب عليها اسم المدينه اللي احنا فيها اللي هي ناساو، وحاجات من دي كتير يعني. في بقى السوفينيرز اللي هي متصنعه بره وبتيجي هنا على الجاهز مكتوب بس عليها بهاماز وكده، وفي السترو باجز اللي انتوا شفتوها زي اللي كانت الست قاعده بره بتعملها. هم حاطين السوق في مكان استراتيجي بحيث ان السياح تنزل على طول، ده يبقى اول حاجه يشوفوها قدامهم فيضطروا ان هم يخشوا على طول يشتروا. في اهو برضو مش الموضوع لا يقتصر فقط على الناس الكبيره قاعده شغاله هنا، لا عادي في برضو شباب جايه تساعد اهاليها هنا وتبيع لهم الحاجه. هلو هاي I'm great. الناس هنا صراحة فريندلي جدا يعني. اللوكلز لحد دلوقتي كل اللي قابلناهم اي نعم هم طبعا عايزين بيزنس، ولكن بشكل عام مش ناس شريرة يعني، مش اللي هو يا بيزنس يا ما فيش، لا يعني بيتفاهموا معاكم برضو ويقولوا لكم طب لو السعر ده مش عاجبكم نجرب السعر ده هكذا. فناس برضو مرحبة، وفي الاخر بيقولوا لكم يعني لازم يسيبوكم بكلمة حلوة يعني enjoy your day have a lovely day baby. الحاجات دي كلها كمية سوفينيرز مرعبة. معرفش مثلا التماثيل الصغيرة دي ايه علاقتها بالبهاماس، وفي شوية منهم مكتوب عليهم يعني بهاماس كده. So you made all these straw bags yourself? All the straw bags are handmade. Yeah. Oh wow. How long does one of them take? How long? It depends what character is doing. Okay. Half an hour. Half an hour? Oh wow. Depends what characters. Some take longer than the others. So Mickey Mouse takes longer or? Mickey Mouse takes, yeah. اوكي. بصوا يعني كانت متضايقه الاول من التصوير، بعدين قالت لي في الاخر برضو you have a blessed day، وكانت بتشرح لي بقى ان الشنط دي بيحطوا عليها صور كاركترز من ديزني او شخصيات من ديزني يعني عشان يبيعوها بسهوله، لان الاطفال بتيجي هنا بتشبط مثلا تقول انا عايزه الشنطه اللي عليها ميكي ماوس دي، فبيبقى يعني فرص البيع اعلى شويه. ولكن في شنط برضو بيبقى مكتوب عليها بهاماز، يعني مش شرط ان كل الشنط يعني تبقى ديزني كاركترز. Are you vlogging? Yes. You work here? Bahamas, yes, I work right here. And you also do the straw bags yourself? Because I saw some people like doing it. My mom does them. I just sell them. What are you vlogging for? Just like travel vlogs. Okay. And on YouTube? Yeah, on YouTube. But I do my vlogs in Arabic. Really? Yeah. How am I supposed to understand? I'm from Egypt. You will understand our part talking since you know we're doing it in English. It's gonna be easy for you. So what is like the most popular like souvenir here? Like the souvenir that most people buy from you? We have a lot of different stuff. Everyone's different. Yeah, for sure. Like we have the straw bags. So the straw bags is like the traditional one. Straw bags like this is very traditional. Okay. Handmade. She makes them. Because you know in Egypt we have papyrus. So that? it's like also pharaonic papers where you. So okay. so this is your papyrus. Okay. Is it? What else? We also have Christmas ornaments made of coconut shell. I need a sale. You shop it. Christmas ornaments, hand painted, made of coconut shell. So this is like a coconut shell and you paint on it. Mm-hmm. Oh wow. So we do a lot of the stuff handmade like this. I love that. So handmade, handcraft. So I should call my mom. My mom loves this kind of stuff. Yeah, call your mom. I need a sale. All right. What's your name? Precious. Precious. Nice to meet you. I realized a lot of people here are called Precious, Joy. Yeah. Is like Christian names? Yeah. Like names of endearment. All right. Nice to meet you, Precious. I'll call my mom then and we'll come. حاجة لاحظتها هنا إن معظم الناس أساميها Precious, Joyful, Generous. الأسامي دي موجودة هنا كتير. معرفش هل دي أسامي يعني منتشرة في المسيحية. فأوبشنز كتيرة يعني. حلو برضه الواحد يقعد يلفلف كده ويتوه. والميزة إن هو indoors لأن بره الجو حر شوية، فحلو إن هو indoors وكله مراوح. كل حد يعني قاعد بيبيع حاطط قدامه مروحة برضه عشان إيه يهوي على نفسه. بصوا الست اللي قدامي مثلا كده. احنا طلعنا من السترو ماركت الداخلي ودخلنا على السترو ماركت الخارجي. اهي الست حاطه مروحه وعماله برضو بتبني حاجه. هلو. ثانك يو فيري ماتش. بصوا هنا يعني ما مش بيقاوحوا كتير او مش بيزنوا كتير. لو قلت لهم خلاص انا مش عايز، خلاص بيقولوا لكم يعني اوكي هاف ا بليسد داي. هلو. الظاهر ان هم عندهم هنا يعني الحاجات المعموله من الخشب هي يعني التراديشن. هو واحد قاعد في المحل بتاعه بس في نفس الوقت قاعد بقى بيبني حاجه سوفينير عشان يبيعها. فالظاهر ان هو ده يعني السوفينير الرئيسي عندهم، حاجات اللي هي معموله من السترو باجز اللي شفناها من شويه او من الخشب اللي هي غالبا متمركزه في الحاره اللي احنا فيها دي. واو you're good man. Very good. You want to take one with you?
Unfortunately, I don't have that much space. Okay. But it's lovely to see. I have Cuban cigars, so you like cigars? Maybe next time we can smoke one together. بيبيع برضو سيجارز من كوبا. بس الناس بتيجي تبيع هنا جايبة أولادها معاها. كل واحد جايب بنته أو ابنه عشان يعلموا برضو فن البيع. Hello. You wanna touch it? I was about to ask you if I could touch. Natural Egyptian hair. Nice to meet you. Nice to meet you. انا كنت متوقع يعني ان هنا بالنسبه لهم الشعر ده عادي ولكن الشعر المصري برضو يعني له هيبته. What's up? Where can I find a t-shirt like this one? I like it. Here? Okay. How much is? Okay. Thank you. عجبتنا التيشيرت اللي كان الراجل لابسها بره فقلنا نخش نجيب زيها ونطقم احنا الثلاثه. I really like it, man. I'm using you as inspiration. Yes. You're rocking that shirt, so I said I want to look like this guy. That's how we do it in Nassau. You're from Nassau? It's Nassau, Bahamas. Uh-huh. Yeah, man. And you are from here or from Yes, different I'm parts? from right here. Right here. I'm a strictly Bahamian. Okay. Never went abroad. Never went abroad. Oh wow. Fuck my record up, man. Yeah. Fuck my record up. اوه واعر. دخلتني غرفه كده اجرب التيشيرت لان ما عندهمش غرفه غيارات. نطلع نشوف بقى عماير الكولونيال اللي عندهم هنا في السيتي سنتر بالمنظر ده من فوق. هم مستخدمينها هنا كمخزن يعني ولكن دي يعني العماير الاستعماريه هنا في بهاماز من جوه بالمنظر. البيت ده عادي ممكن كان من 50-60 سنه عايش فيه انجليز ولكن دلوقتي بقى محل سوفينيرز. حلو فعلا. كويسه نجيبها يعني كلنا. يلا بينا. So do you mind if we do 3 for 30? Can't go no lower than 35. Come on, we're buying 3 at once. You have offer for 2. 35. طقمنا كلنا مع الراجل. Take care, man. What's your name? Stanley. Stanley. Yeah. So we are all team Stanley now. الراجل كان واقف بره عجبنا التيشيرت اللي كان لابسها فدخلنا كلنا طقمنا. بقينا تيم ستانلي او تيم بهاماز. تيشيرت حلوه برضه مش وحشه. شكلنا بوليس. We bought the t-shirt, Stanley's t-shirt. دلوقتي دخلنا على أحد الشوارع الرئيسية هنا في البهاماس اسمه باي ستريت. هو ده الباي ستريت والشارع الرئيسي. هتلاقوا بقى فيه أعلام قدام وكلها على اليمين والشمال محلات، معظمها محلات يعني من اللي أنا شايفه فضة، يعني في جولري هناك، في محل سوفينير جولري كمان فالظاهر ان هو يعني هنا محلات الفضة كتيرة في المنطقة دي. I like your t-shirt. I like your t-shirt. Thanks. احنا الاثنين لابسين نفس التيشيرت. الظاهر ان هو ده السوفينير الرسمي بتاع بهاماز، التيشيرت اللي احنا جبناها دي. ادي مبنى قديم برضو، مبنى من ايام الاحتلال البريطاني ولكن قلبوه ستاربكس واللي بعده قلبوه كروكس. فتحس ان انتوا بتتمشوا في شارع سياحي يعني اكتر ما هو مكان لوكال يعني وفي بارز ومطاعم لوكال. لا هنا منطقة سياحية. لو دخلنا بقى في اعماق الجزيرة شوية هنبدأ نشوف حاجات يعني لوكال وتراديشنال اكتر شوية. هنحاول ان احنا ناخدكم هناك النهاردة ولكن احنا قاعدين فترة قصيرة فمش وعد. هحاول. Have you beach buggies? How much does it usually cost for one day? Or is it by hour? Well, it's about a day, buggies. If you want to buy the hour, 2 hours. 350. Yeah, you get it for the whole day. So for a full day is 700. No, if you want to do it, where you going? You staying on the cruise ship? Paradise Island. Alright, you want it for the whole day right now? No, I'm just asking how much. Well, I'd probably do it for the whole day for the 700. 700. Probably get it for like 550. Oh wow. All right. I was just curious how much it cost. Thank you man. اسعار مرعبه هنا يعني. احنا جينا نبص على العربيات لو كنا عايزين نأجر عربيه كانت هتبقى ارخص من ان احنا نأجر بيتش باجي لمده يوم. يعني ان احنا نأجر عربيه لمده 3 ايام كانت حوالي $500 من غير البنزين، لكن البيتش باجي ب $700. متخيلين اليوم الواحد. دخلنا دلوقتي كافيه هنا في المباني القديمه اللي في وسط المدينه. انتوا خلاص قررتوا هتقعدوا هنا؟ حلو برضو المنظر.
لسه كنت بقول لكم ان في المباني القديمه هنا المباني الاستعماريه تعتبر، لان هنا المنطقه الكولوني اللي كان متمركز فيها الانجليز، لان جنب البورت على طول، فكان سهل يعني السفن رايحه جايه بتعدي على المنطقه دي. فكل دي مباني قديمه من ايام الاحتلال البريطاني، ولكن دلوقتي اتقلبت بقت مطاعم محلات. او عندكم توم فورد وام اي سي، وده مطعم مثلا اسمه اثينا ملوش علاقه باليونان ولكن موجود هنا في وسط المدينه. وده باي ستريت بقى الشارع الرئيسي هنا في البهاماس. لسه كنا بنسال دلوقتي ريتشارد اللي كان بيخدم علينا في المطعم، بنقول له عايزين نوصل لمنطقه لوكال يعني، بس عايزين ناخد الاتوبيسات بتاعه المدينه. فقال لنا الاتوبيسات هنا $1.50 بعكس التكاسي اللي احنا بناخدها 5 دقايق بتكلفنا $20. الجيتنيز اللي هي الاتوبيسات اللي وريتها لكم دي $1.50. ففرق شاسع. حلو برضو الواحد لما يجرب الحياه اللوكال، بتبقى ارخص وامتع كمان. What are you eating? This is like national fruit or what? Yeah. Is it lemon or? No, that's Guinea. Guinea. What is it called? Try it. No, just one. You want? Yeah, how do you open it? Bite it open, man. All right, I'll watch you. Oh, damn. And it's called Guinea? All right, let's try it. I like it, man. It's kind of sour and sweet. Yeah. Strong from sweet. This is famous in Bahamas? Yeah. Thank you, man. Yeah. What's your name? Safe. Safe? All right. Yeah. Nice to meet you, man. Yes, sir. Nice to meet you. لسه مجربين فاكهة عندهم هنا اسمها جنب او معرفش بتتكتب ازاي، ولكن لذيذة ناشفة شوية، ولكن حلو الواحد برضو يجرب يعني فاكهات جديدة حوالين العالم. So the seed you don't eat it? Yeah. Okay. Yeah, because it's a little bit dry. So just the around part. How far you gotta take off? اها. طلع ان الحته اللي في النص مش مفروض ان انا اكلها، ولكن بشكل عام الفاكهه حلوه يعني. اللي حوالين السيد لذيذ، ولكن السيد نفسها طلعت ناشفه جدا، فكويس ان احنا تفناها قبل ما نبلعها. Can my brother try one? What is this? I'm trying one. Yeah, it's called Guinea. Hey, y'all look alike. Yeah, not that much. He's much prettier. How do you eat this? Where y'all from? Egypt. Egypt? Yes. All the way from Egypt? Yes. Come on. Welcome. Thank you, Yeah. man. You're from Bahamas? Yeah, man. There's not that many tourists from Egypt here, huh? No. Yeah. Hardly ever. Yeah. Okay, You know so what I'm saying? we're the first you're ever meeting? You pretty much, I say, the first I've ever met. Oh wow, man! I'm honored. I telling you. I'm honored, man. It's a pleasure, man. It's a pleasure. Yes, What's same. your name? Yusuf. Eric. Aaron, nice to Very meet you. first. Thank you. So we're happy to be the first, and I hope we're gonna be the last, because we're the best you're gonna meet. Hey, listen. I don't want to be the last because listen, you know, it's like you're home. So I should tell all my Egyptian friends to come here. It's like you're home. All right, man. I It appreciate ain't it. no difference here. I'll tell them to come find We all you. is one here. Same. You know what I'm saying? Same in Egypt. Same in Anytime Egypt. you want to visit Egypt, you're always welcome, man. Say no more. All right. Say no more. All right. Good Perfect. to meet y'all, man. Same here. Same. Be good, all right? Yeah, thank you. Enjoy yourself. Thank you. برضه شعب لطيف. قال لنا انتوا اول مصريين اقابلهم هنا في بهاماس، ولكن اتمنى ما تكونوش اخر مصريين اقابلهم، لان احنا كلكم هنا في البهاماس واحد، كلكم يعني هنا في داركم. Hey man, nice to meet you. It's Cuban cigar? Cuban cigar, yeah. Oh wow. And you have like Bahamian cigars? No, we get cigarette and rum. Okay. Yeah. So we should look for cigarettes from Bahamas. Yeah, Bahamas cigarette, yeah. Let me show you. What's the most popular one? طبعا انتوا عارفين انا بجمع صناديق السجاير من بلاد مختلفة. Oscar Bahamas. All right. Palms. Yeah, they have good lady. Thank you. Thank you, man. Okay. دي اوريدي جبنا منها امبارح عشان نجمع العلبة. Yeah, $10. Thank you, man. دي نفس اللي جبناها امبارح. لان احب انا اجمع علب السجاير من بلاد مختلفه، لان كل واحده بيبقى عليها رسومات مختلفه وكلام مختلف، ويبقى مكتوب ساعات عليها اسم البلد كمان. فانا بحب ان انا اجمع يعني صناديق من بلاد مختلفه عشان يبقى فيه كولكشن كده كامله يوم من الايام. هو ده الاتوبيس اللي اسمه جيتني ده الاتوبيس اللوكال هنا اللي هنحاول ان احنا نركب واحد منه ونطلع بقى على منطقه اللوكال. قالوا لنا ندور على رقم 16. Hey man, bus number 16. Yeah, it's on bus. From here? Yeah. So this is the station?
And this goes over the hill. هي دي محطة الأتوبيس أهو، الناس واقفة مستنية. لو خدتوا بالكم مفيش سياح تماما مستنية الأتوبيس، فإحنا نعتبر الناس الغريبة اللي هتركب معاهم الأتوبيس. ولكن حلو الواحد برضو يستكشف الجزيرة على متن الأتوبيسات اللوكل بتاعتهم اللي هي اسمها الجيتني. وبرجر كينج هنا شكله عامل ازاي قدام المحطة على طول. برجر كينج فرع ناساو البهاماس. هو ده من بره شكله كده، تخشوا بيقلب برجر كينج عادي يعني زيه زي اي بلد تاني. You go. الظاهر ان الدفع وانتوا نازلين، لان دلوقتي شفنا الناس اللي نازله من الاتوبيس كلهم كانوا بيدفعوا، فالظاهر ان الدفع بيبقى في النزول مش في الطلوع. 3 من 5 يا اسطى. 3 من 5 دولار مش 5 جنيه. الحلو بقى ان هنا في البهاماس بيتعاملوا بالدولار، يعني مش شرط يكون معاكم عمله بهاميان زي ما بيسموها، لا عادي هنا ممكن تدفعوا بالدولار. طبعا اتوقع ممكن العمله البهاميه تبقى ارخص شويه، ولكن مش مشكله، المهم ان هم هنا بيقبلوا الدولار، فمش محتاجين بقى ان احنا نقعد نبدل والكلام ده كله. وبدات رحلتنا دلوقتي لمنطقه اسمها اوفر ذا هيل، يعني هي المنطقه يعني شرح للمكان، فهو على الجبل، احنا طالعين على الجبل والمنطقه اسمها على الجبل. المدينه هي دلوقتي سايبين المنطقه السياحيه وطالعين بقى على الكور بتاع مدينه ناساو. نازلين دلوقتي من الاتوبيس، لازم طبعا واحنا نازلين مفيش على جنب يا اسطى، في لازم تقولوا باص ستوب، فعشان توقفوا الاتوبيس وتقولوا للسواق ان احنا هننزل هنا تقولوا له باص ستوب. يلا يوسف. بس هو ده رحلة الجيتني، هي دي. عندهم هنا برضو كنتاكي وبراندات امريكانية كتير ودرايف ثرو وكل حاجة، يعني الدنيا برضو هنا تعتبر الى حد ما متقدمة. يوسف هنا بيقولوا ازاي على جنب يا اسطى؟ باص ستوب. باص ستوب. اول ما تقولوا باص ستوب خلاص السواق بيعرف ان انتوا نازلين هنا. يعني كده احنا دخلنا بقى منطقة ما فيهاش سياح تماما. اجواء كاريبيه 100%. مش هتلاقي حد هنا بشرته فاتحه تماما. نزلنا عند مول، المفروض ان هو مول لوكال يعني، ولكن احنا مش عايزين نخش المول، عايزين نستكشف المنطقه، لان البهاماس اللي في وسط الجزيره او اوفر ذا هيل زي ما بيقولوا مختلفه تماما عن البهاماس اللي احنا كنا فيها. يعني في منطقه سياحيه، احنا هنا كده دخلنا المنطقه اللوكال، ففرق شاسع طبعا من حيث المباني والنظافه ووجود الفنادق والكلام ده كله. هنشوف بقى البهاماس بحقه حقيقي. دلوقتي داخلين مول بهامي، اكبر مول تقريبا عندهم هنا في المنطقه، اسمه تاون سنتر مول. نخش بقى نشوف الشكل جوه. الو هي هنا طبعا ما فيش بقى سياح تماما، هنا منطقه الشوبينج بس بتاعت الناس اللي عايشه هنا، مش زي اللي احنا كنا فيها بقى سياح واجانب، لا هنا. ودي برضو للناس اللي هي المعاقه او مش قادره تمشي، تقدر ان هي تاخد واحده من دول تخش تعمل شوبينج بيها. هي مان هوبا دكتور فيل وتلفزيونات وحركات جامده. ده شوبينج سنتر يعني، لبس وتلفزيونات. عايزين نشوف التلاجة الفاضية اللي هناك دي بتاعت ايه. الظاهر ان هي بتاعت جبن، ولكن تلاجة فاضية تماما يعني، فيها شوية جبنة شيدر وغير كده يعني مفيش اي حاجة تانية. ادي شيدر تشيز. المهم هو ده الشوبينج سنتر هنا في عاصمة البهاماس ناساو. ده المخزن ورا. وعندهم حاجات نايكي، شرابات نايكي. حلو برضو يعني، انا الشنطه بتاعتي قلت لكم ضاعت، فحلو الواحد يجي برضو يجيب له حاجات هنا يعمل ريفريش. فروت اوف ذا لوم، شويه بوكسرز. نشوف بقى الاسعار هنا بكام. الظاهر ان هي مثلا الشرابات اللي احنا شفناها ورا دي ب 12 دولار. Hey, how you doing? Can we take a picture with you? I know you're not used to seeing foreigners here. What's your name? Dolores. Dolores. Yes. Dolores in Spanish means like pains. Yeah. Yeah, right? Pain, yeah. Yes. That's what it But means. why so painful? So let's take a selfie together. Dolores. Dolores. What's your name? Safe. Safe? Yes. Yusuf. Yusuf. Yes. Safe and Yusuf. Yes, exactly. We're from Egypt. Oh, Egypt. Yes. Okay. Egypt from Africa, you know. Africa. Yes. Okay. North Land of Moses. North Africa. Land of Moses. Egypt, Cairo. Oh, okay. Yes, Moses. yeah, Okay. All right. Take care. All right. Bye bye.
بس الناس مرحبة جدا، هم نفسهم مكسوفين مننا يعني، هم بالنسبة لهم ايه ده ناس سياح جاية تخش التاون سنتر بتاعنا. زي برضو لما يكون حد اجنبي ماشي في وسط البلد او عند الاهرامات تحس ان المصريين عايزين يتصوروا معاه، يعني ان هو واو كريتشر غريبة، فاحنا بالنسبة لهم هو ده الكريتشر الغريبة. بص هو مش مول زحمة، ولكن كمية الناس اللي واقفة هنا شغالة بتحط لكم الحاجة في الاكياس وتساعدكم كمية مهولة يعني. بص هم قاعدين زهقانين مش لاقيين حاجة يعملوها، مستنيين يعني الزباين تيجي. فخلاص خلصنا احنا اللفة بتاعتنا في التاون سنتر. نشوف بقى لو في فود كورت هناك. Hello. Is there a place to eat? No food? Is there anywhere near here some food? KFC. Okay. Thank you. Yeah, sometimes. My videos are in Arabic with some subtitles, so might be hard for you to understand, but I can write it for you. You're my first subscriber from Bahamas. Oh. There you go. That's the channel. Alright. Alright. Yeah. Take care. Bye bye. ده الكليرنس سيل، دي الحاجات اللي هم عايزين يتخلصوا منها فبيبيعوها يعني بسعر ارخص. نخلص الجولة بتاعتنا في المول. Thank you for shopping. ونطلع بقى نستكشف شوية المنطقة. هنا بقى المنطقة الجامعية يعني في University of Bahamas. We talking about a good time up in heaven. We talking about a good time up in heaven after. Hallelujah. Nice to meet you, Celine. Okay. Take care. High five. Stay safe. Yeah. Stay safe. I will stay safe. I have no option. Thank you, thank you. تقول لي stay safe، فبقولها ما عنديش خيار، أنا safe كده كده يعني، فمش هتفرق كتير. احنا دلوقتي بقى في منطقة سكنية، دي مثلا محطة بوليس، وده مدخل بقى حارة. الحارة دي بقى بيبقى جواها بيوت كتير، وعادي كده وانتوا بتتمشوا تلاقوا جيتسكي قديم مرمي هنا. لان كتير من الناس اللي عايشه على الجزيره دي بيشتغلوا في السياحه، لان السياحه طبعا اكتر مصدر دخل ليهم، فهتلاقوا كتير من الجيت سكيز والمراكب موجوده هنا عشان الناس اللي عايشه في المدينه بيستخدموا الحاجات دي يعني يرفهوا بيها السياح. والجيت سكي بيتاجر مثلا ب $150 في نص ساعه، فبرضه مصدر دخل يعتبر قوي. فده تلاقوه جيت سكي مثلا خربان فالناس خلاص خلصت منه. ده تليفون قديم اكيد مش بيستخدموه يعني، شكله منتهي الصلاحيه. ودي محطه بوليس بعربيات البوليس والكلام ده كله، رويال باهاماز بوليس ساوث سنترال ديفيجن وبس. والناحيه التانيه بقى بيوت سكنيه تاني. والظاهر ان هو كان عندهم عيد الاستقلال من قريب، لان طول ما احنا ماشيين حوالين البلد اعلام الباهاماز في كل حته، على البيبان، على الحيطان، عربيات كتيره برضو معلقه الاعلام. Hey, شعب مجنون برضو. There is some restaurant here? Yeah, Chinese. Chinese? Yeah, Chinese restaurant. All right. It's good? Yeah, it's good. All right. Take care. اهو داخلين دلوقتي مطعم هنا اسمه تشاينا جاردن. نخش نشوف بقى المطاعم الصيني اللي في نص جزيرة ناساو في الباهاماز شكلها عامل ازاي. This is the restaurant. This one? No, right over there. Over there. Is it a good one? Yeah, excellent. Oh, excellent. All right. 5 star. 5 star. Is there any restaurant here where we can eat Bahamian food? Bahamian food. Like conch? Fish fries. One brother's right. You want one around here? Yeah, around here. Or is it gonna be hard? Walk straight down. Okay, to 6 cents. It's near town center? No, yeah, near town center, but a little further down. So maybe No, we it's over value is over there. Okay, it's far, huh? Yeah, tell you what, if you want to walk, you want to go straight around and take your left on the roundabout. Okay. And walk straight ahead. Before you reach the light, you'll see it on the right hand side. It's much better than this one, or? It's Bahamian. It's Chinese food. Chinese. Where you from? From Egypt. Egypt? Yes. What? Far away, man. Far away. Yeah, I see Moses said that. Moses, yeah, exactly. Yeah, he's my neighbor. Far away. Yeah, very far. Nice to meet you guys. Take care. God bless. كل ما نقول لحد ان احنا مصريين يقول لنا موزس the land of Moses، فهم الظاهر ان هم متعلقين بفكره يعني سيدنا موسى يعني، لان عندهم في الكنيسه طبعا بيدرسوا الحاجات دي، فعارفين ان موزس من the land of Egypt. قالوا لنا ناخد دلوقتي اتوبيس ونطلع على قدام شويه هنلاقي مطاعم. اللي عايز يركب اتوبيس لازم يتمشى على الناحيه الشمال، لان هنا طبعا النظام الانجليزي فالباب بتاع الاتوبيس بيبقى على الشمال.
فلو عايزين نوقف دلوقتي الجيتني اللي هو الميكروباص بتاعهم لازم نتمشى الناحيه دي، وفي باص ستوب قدام. اوقات كتير بنسافر نقول مصر تلاقوا الناس بتربطها بصوره يعني تاريخيه، اوقات تانية بتربطها بصوره دينيه، اوقات تالتة بتربطها بالفن مثلا والافلام. لو سافرنا في بلاد عربيه الناس تلاقوها حافظه الافلام المصري، فحلو برضو ان هي مصر ليها كذا انجل الواحد يبص عليها منه. يعني دي مدرسه المفروض، ولكن بما اننا في اجازه الصيف لو مدرسه فاضيه تماما، ولكن حلو ده المكان يعني اللي الاطفال بتطلع تلعب فيه في البريك. وادي بنزينه، منطقه سكنيه يعني زيها زي اي بلد تاني، هتلاقوا فيها الخدمات بقى بنزينه، سوبر ماركت، مطاعم زي اللي احنا دخلناه دلوقتي، مطعم يعني الشمال تماما، تخشوا على طول تحسوا ان هو بار، ولكن بيقول لكم يعني لو عايزين اكل صيني الاوبشن موجود برضه. خلصنا جولتنا السريعه في قلب المدينة عشان بس نفرجكم على الأجواء. دلوقتي نرجع بقى تاني ناحية البحر، لأن هنا برضو مفيش خدمات كتير، يعني مفيش مطاعم، مفيش يعني كافيهات، كلها حاجات سكنية كده زي اللي انتوا شايفينها. والشوارع اللي داخلة جوه دي حواري بقى فيها برضو بيوت والكلام ده كله، لكن مفيش مطاعم مثلا، كافيهات برضو مفيش، معظمها كنايس، مدارس وبيوت. رجعنا دلوقتي وسط المدينة. الاتوبيسات هنا حفلة يا جماعة. فاكرين الست اللي كانت بتقول لنا ان النهارده يعني يعتبر يوم فاضي مفيش سفن كتيرة؟ بصوا كم السفن اللي واقفة، وكل سفينة فيهم قد ايه. يعني كل سفينة فيهم تاخد لها مثلا حوالي 5000 6000 شخص، وبينزلوا كده مرة واحدة يستكشفوا المدينة طول النهار، وبعدين على الساعة 7 يروحوا راكبين عشان يروحوا بقى المدينة اللي بعدها. Nice to meet. So how many languages you speak? Je parle français, l'anglais, l'espagnol, portugais. Ah, fala você português? Sim, tudo bem, ouais. How much we need to pay? $3 seulement. How much we have to pay you? $4,50. It's alright? Thank you man. Ok, ça va? Ça va bien. Ça va, ne vous en faites pas, c'est un beau garçon. الراجل مرضيش ياخد مننا فلوس، كان مجرد بس يوصلنا للمحطة اللي المفروض نركب منها الأتوبيس الجاي اللي هياخدنا على الجزيرة اللي احنا قاعدين فيها. One love. ناس طيبة جدا والله هنا على الجزيرة. الناس هنا كل ما نقول لهم ان احنا من مصر لازم اول حاجه يقولوا البايبل، تاني حاجه يقولوا لنا انتوا ازاي لقيتونا ده احنا نقطه على الخريطه. فبقول لهم طبعا البحر عندكم حاجه مشهوره جدا، فلازم ان احنا نيجي نزوره حتى لو مره في حياتنا. الناس اللي ساكنه في دبي المنظر ده بيفكركم بايه؟ قولوا لي. هو ده فندق الاتلانتس الاصلي اللي هو الاولاني يعني، وبعدين دبي عجبتهم الفكره، قالوا ليه لا، الناس بتروح بهامز عشان تتبسط وتقعد في الاتلانتس وتخش الاكوا بارك، فليه ما نعملش نفس الفكره عندنا في دبي؟ وهو ده اصل فكره فندق الاتلانتس اللي في الامارات في بالم، وفي برضو ووتر بارك اسمها اكوا فينتشر. فالانسبريشن بتاع دبي جت من المبنى الصغنن اللي انتوا شايفينه ده. هو طبعا مش صغنن، من هنا باين صغنن، ولكن هي دي جزيره بارادايس. والسفن اللي هناك دي بقى هي السفن اللي بتيجي تنزل شعوب 6000 شخص تقريبا في اليوم، يقولوا لهم انطلقوا استكشفوا البهامز وارجعوا تاني الساعه 7 عشان نروح على المدينه اللي جايه او البلد اللي جايه. جينا ننهي يومنا في المايه دلوقتي بما ان الويك اند خلص، فالدنيا تعتبر افضل شويه. لسه متعرفين على زميله لينا من بنما، انا say hi to the camera. انا بتشتغل على السفن، بتشتغل على اليخوتة، وكل اسبوع بتنزل في مكان مختلف. So you work on yachts, and where was your last 5 destinations? So Bahamas today, you have a break in Bahamas, you spend the day here? Yeah, so Bahamas, and I always do Bahamas. Okay. But also mostly Mediterranean. Mediterranean? Yeah. So you go like Italy, Croatia? Amalfi Coast. How often? Because you didn't tell me about that. Last time, it was 2 years ago.
Oh wow. Okay, so here it's more often in the Caribbean. It's more often here, yeah. بتشتغل على اليخوتة بتقول لنا ركبت مع ناس زي ليوناردو دي كابريو وريهانا وسيلبرتيز كتير بتركب معاهم، وبيعتمدوا طبعا شغلهم على التيبس. فمثلا حد زي ريهانا بتقول لنا اديتها حوالي $4000 تيبس، يعني اللي هو ايه بقشيش. وبتركب مع السيلبرتيز دي بتوصلهم، يعني بتبقى هي اللي بتخدم على اليخوتة، يعني مثلا هي اللي توصل لهم الاكل، هي اللي تطلب تقول لهم يعني عايزين تشربوا ايه، عايزين تاكلوا ايه. فشغلانه لذيذه برضو. جيبها هنا يعني البهاماس كل كام اسبوع، بتقول لي انا كل فين وفين كل كام اسبوع باجي البهاماس هنا. فبالنسبه لي خلاص بقت ممله، مجرد بس ستوب كده بعملها بين الرحلات وبعدين ارجع تاني على ميامي مكان البيس بتاعها. ما اجمل ان الواحد ينهي يومه بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده، هدوء تام. وبكده تكون انتهت فلوج البهاماس. يا رب تكونوا اتبسطتوا معانا. هي كانت فلوج يعني عشوائيه لان احنا كنا جايين اجازه ومش عامل حسابي ان انا هصور، ولكن يا رب تكون عجبتكم. كالعاده استنونا بعد كام يوم في فلوج جديده ومغامره جديده. Until then, take care and safe travels.